اليوم بتاريخ 15 نيسان 2019 يوم الاثنين عند الساعة 5 مساء تقريبا اندلع حريق هائل في سقف كاتدرائية نوتردام، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية باريس، ما أدى إلى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل. وأفادت فرق الإطفاء أن الحريق مرتبط على الأرجح بأعمال ترميم الصرح الشهير، فيما قال متحدث باسم الكاتدرائية إنه اندلع الحريق قرابة الساعة 5 بتوقيت غرينتش. إدارة الإطفاء أكدت بأنها قد أطلقت أكثر من 200 عنصر إطفاء و18 سيارة إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده، ولكن للأسف لم تستطع السيطرة على هذا الحريق بسبب ضخامة الحريق واحتراق البرج الذي يبلغ ارتفاعه 93 متر، واحتراقه بالكامل وسقوطه فوق المبنى. وأكد نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عدم وجود إصابات جراء الحريق حتى الآن، وأن السلطات لا تزال تدرس أسباب اندلاع الحريق حتى الآن. والجدير بالذكر بأن تاريخ هذه الكاتدرائية يعود إلى القرن 11 و12، ويعتقد أنها شهدت الكثير من التعديلات على مدار القرون. وأيضا يزور هذه الكاتدرائية تقريبا نحو 12 مليون سائح سنويا، مما يجعلها الأثر الأكثر زيارة في باريس. ويقول عمدة باريس الآن أن الحريق مخيف جدا، وأنه قد تم إخلاء المنطقة كاملة، وأنه قد احترق المبنى بالكامل ولم يبق منه شيئا، وسوف نرى ما إذا كان المدفن الملحق بالكاتدرائية سليما أم لم يتأثر بالحريق.